متابعينا حبايبنا، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم العيد عيد مبارك ان شاء الله يا رب. النهارده هنعمل وجبات على السريع ان شاء الله باذن الله، وهننزل نوزعها عشان الصيام وكده. هعمل سندوتشات كده ايه على السريع كده اهوت، يعني بعد ما اخلص هصور لكم الباقي. كل سنه وانتم طيبين. دي كبده، بصوا دي كبده شرايح كده انا جايباها ومتبلاها، ومعاها لحمه متبله، لحمه مفرومه متبله انا متبلاها بنفسي. هنعمل كده سندوتشات حلوه كده ونلفها كده وننزل ان شاء الله باذن الله نوزعها. اجرها وثوابها عظيم جدا جدا، خصوصا النهارده في يوم وقفه عرفه. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. واحلى حاجه لما تعملوا حاجه زي كده، مش شرط على فكره ان احنا نعمل في رمضان بس وجبات وننزل نوزعها، لا، حتى في ايام العيد دي اكتر ايام جميله جدا وفيها الثواب متضاعف، هم العشرة ذو الحجة. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. فبعد ما اخلص ان شاء الله باذن الله اصور لكم الباقي. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلصنا الوجبات بتاعتنا، ما خدتش مننا وقت. سبحان الله، الحاجه لما الواحد بيعملها كده لله سبحانه وتعالى، والله الغني طبعا، ما بتاخدش مننا وقت خالص، على قد ما قدرت والله. يعني بصوا، انا عايزه بس اقول كلمه واحده بس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال عبد من صدقه. الصدقه في العلن وفي الخفا. ممكن ان احنا نشجع بعضينا لما نشوف حاجه زي كده اهوت، والله اقسم بالله ما هينقص من مالكم جنيه، بل بالعكس ربنا سبحانه وتعالى هيزيدوا اكتر. فطبعا على فكره مش شرط تكون حاجات مكلفه، ولا ده انت لو هتطلعي طبق رز بس من غير اي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في حياتك وفي دنيتك. ربنا يا رب يجعله عيد مبارك وسعيد عليكم كلكم. طبعا انا الوجبات ديت مطلعاها رحمه ونور على اختي وامي وامات المسلمين اجمعين، وعشان خاطر وقفه عرفه الصيام وكده اهوت. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله عيد مبارك وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. خلصنا الوجبات بقى ونزلنا. عايزه اقول لكم ان من افضل الصدقات اللي ممكن تعملوها لما تكونوا بتعملوا وجبات زي كده هوت على المستشفيات يا جماعه. بيبقى في اهالي قاعده بره المستشفيات طبعا مستنيه مرضاهم جوه، ربنا يا رب يشفي لهم مرضاهم ومرضى المسلمين بيبقوا، والناس اللي شغالين حوالين المستشفى، وبيبقى في ناس كتير جدا. فعلا هي دي اللي تستاهل فعلا ان هي يعني ان احنا ننزل عشانهم. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يجعله عيد مبارك علينا وعليكم يا رب. المفروض ان انا هعمل 100 وجبه، فانا طبعا عشان الوقت ضيق والصيام وكده، وانا طبعا الحساسيه تعباني، فعملت 50 وقلت ان شاء الله بعد العيد اعمل 50 الباقيين. فالحمد لله طبعا على اي حال. بس صدقوني من افضل الاعمال ممكن تعملوها او الاماكن اللي انتم ممكن تروحوا المستشفيات. دوروا على المستشفيات، اي مستشفى، المستشفيات الحكوميه بالذات، تبقى في اهالي قاعده بره طول اليوم، وفي ناس بتبات حتى قدام المستشفيات. هي دي فعلا اللي تستاهل ان الواحد ينزل ويتعب عشانها، وكله من عند الله مش من عندنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق وهو اللي بيدي. وعاوزه اقولك ما نقص مال عبد من صدقه. يعني مهما شوفي، لو معاكي جنيه وقسمتيه كده هو بينك وبين حد، صدقيني ان ربنا سبحانه وتعالى هيبعتلك الضعف. فاوعوا يا جماعه مهما كانت الظروف معاكم تقول لا اصل اللي معايا على القد مش هينفع، لا، اعملوا الخير، وربنا سبحانه وتعالى هيرزقكم الضعف. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله عيد مبارك علينا وعليكم يا رب. طبعا الميه اتبقت، فبقيت اللي عملناه فرقنا الميه، شويه الميه اللي اتبقوا. كل سنه وانتم طيبين.